المشكله بتاعت البنزين خفت ولا ايه اللي حصل؟ خفت يا فندم من اسبوع فات. ايه اللي كان اسبوع ضخ البنزين زاد يعني. تمام. شكات من الرئيس يعني شالوا الحقيقه اصلا من اسبوع البنزين بدا ايه ينزل ويكتر وينزل في المحطات. هي كانت الازمه في ايه بالظبط؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ ما نعرفش والله، اصلا كان بيجي لنا منتج على طول مره واحده قطعا، ما نعرفش ايه ولا حد يعرف ايه. كان الجيش هنا واقف بينظم ويساعد معاكم عشان البهدله والبلطجه وقله الادب والزحمه، لا ده ما حدش يشوفها يعني. دلوقتي البنزين مالي المحطه والعربيه تقف بره واقفه قدام المحطه عشان تفضي تاني. يعني في حاجه في الخيال يعني. كنتوا بتعانوا الاسبوع اللي فات من ازمه البنزين، ايه اللي حصل؟ لا الحمد لله الحمد لله، البنزينه خفت والحياه ماشيه والحياه حلوه قوي 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 قوي. نحمد الله الحمد لله الحمد لله. المشكله بدات تخف امتى وايه اللي حصل؟ بعد ما الرئيس مشي، بعد ما الرئيس مشي على طول المشكله خفت وبقت 100%. كل حاجه خفت، مش بنزين وبس، كل حاجه والجاز وكل حاجه. كان الجيش بيقف هنا ينظم وكان في قبليها ضرب نار وحاجات، ايه اللي حصل؟ وكان في كل حاجه هنا، بس الحمد لله الوقت زي ما انت شايف كده مفيش غير عربيه مش لاقيين نوديه فين البنزين. فين الجراكن والناس اللي كانت عامله سوق سودا دي؟ النهارده بقى عشان في ضبط والبنزين اتوجد راحت الازمه. ده بعد ما الجيش وقف ومش بس كده، وقفت الرجاله اللي هي تعبت واتخانقت دي، انت ما كنتش عارف احنا بنعاني قد ايه. ده وفي نفس الوقت اللي داخل ده داخل يعني كأن حقه مكتسب، يعني انا هاجي تفضل لي انا طبعا كتر خير الدنيا. جايه بقى والسكاكين وبتاع وحاجات بترفع علينا هنا. وبعدين مش بس كده، هم اللي كانوا بيعملوا الازمه دي. يعني العربيه بتيجي بتتفضح، احنا بنوديها فين؟ بنبيعها. تمام. وبعدين ما بنقولش لحد لا، لكن المشكله في حاجه واحده. المشكله ان كل واحد ما عندوش القناعه باللي بيعمله. لو كل واحد ياخد احتياجاته الضروريه ما كانش تحصل ازمه، لكن يفوت ويملى جركن عشان خايف من اللي بيحصل. خايف ايه؟ ما هو اللي عامل الخوف، هو احنا اللي بنخوف نفسنا، واحنا اللي في ايدينا ان احنا نعمل كل حاجه كويسه. الرجاله واقفه وبتشتغل وبتقف 24 وعندها تشتغل 48 ساعه وكل واحد ياخد حاجه. تمام. هو ده اللي المفروض، بس الناس تصبر كده والناس وبعدين نقول الحمد لله للشعب المصري والحمد لله ان الدنيا رجعت، ونشكر السيسي ونشكر الجيش ونشكر الناس دي كلها اللي هي خلت مصر تقف على الارض صلبه، خلت مصر الناس تحترمها باحترام اللي هو المفروض تحترمه بين الدول، ونتمنى يا رب الخير لمصر. الاسبوع اللي فات احنا اتبهدلنا هنا وانضربنا سكاكين ومطاوع لغايه ما الجيش قدر ينظمها، بس انا بقول لك دلوقتي الحمد لله بفضل الله، يعني من ساعه ما الرئيس مشي البنزين متوفر على طول ومفيش ازمه ولا في جراكن زي ما انت شايف اهو، عربيات بس من الصبح كميات والبنزين متوفر 100% يعني والحمد لله بفضل الله. النهارده العربيه دي انها واقفه بره هنا دلوقتي ما خلصنا ايه بتاع 14092 ورجعت فضلت تاني، يعني التنكات مليانه بالصلاه على النبي. كان في مشكله بنزين، ايه اللي حصل وهل الدنيا خفت ولا لا؟ لا في مخاطر كتير. دلوقتي الحمد لله يعني الازمه انفرجت اكتر يعني كويسه دلوقتي. يعني ما فيش، انا بقالي 5 دقايق بس انتظار. الاول كنا بنقعد 5 6 ساعات، فالحمد لله يعني في انفراجه في الازمه. اللي انا شايفه ان هي كانت اكيد متدبره، بس الحمد لله رب العالمين ربنا فكها وربنا يولي من يصلح. شايف مين اللي دبرها؟ والله اللي انا شايفه يعني من وجهه نظر المتواضعه يعني ان هي كان اكيد حد من تبع الحكومه بتاعت محمد مصري عشان خاطر يخلي الناس ما تسافرش او ما تروحش الحته علشان ما يتجمعوش في مصر. والله اعلى واعلم وربنا يولي من يصلح وربنا يرضى الجميع. تمام. حصل في ازمه البنزين وانت شايف اتحلت ولا ما اتحلتش؟ ازمه البنزين كانت مفتعله يا حبيبي، بدايتها كانت مفتعله، مفيش ازمه، الازمه ليها شقين. تمام. شق مفتعل وكانوا الاهل والعشيره هم اللي عاملينه. ليه؟ علشان متخيلين ان هم لما بيخفوا عننا البنزين ان الشعب مش هيطلع، لا يسافر التحرير ولا يسافر الاتحاديه وكده مش هيطلع. هم اصلا كانوا نايمين في العسل. الحاجه الثانيه، الازمه الثانيه المفتعله اللي هم في بعض النفوس الضعيفه اللي هي اتربحت من موضوع البنزين. بمعنى اللي ياخد له جركن يقول لك هو في بعض الاحيان قال لك الجركن وصل 200 جنيه، الجركن ابو 37 جنيه وصل 200 جنيه و150 جنيه، ناس محتاجه عشان تسافر، اللي عنده حد مريض، اللي عنده فده كله. لكن لو احنا شعب متحضر وعاوزين بلدنا تقوم كويس، كل واحد يخاف على البلد دي. يخاف ايه؟ انا خدت كفايتي من البنزين، مش هاخد اكتر من كفايتي، ليه اخد جركن واثنين وثلاثه ولا ليها لازمه؟